كان آدم شاب عادي بيدور على سكن رخيص. بعد ما انتقل لمدينة جديدة لقى إعلان غريب على الإنترنت: بيته قديم للإيجار، رخيص جدا، بس الشرط ما تتكلمش بصوت عالي بعد نص الليل. السعر كان مغري والبيت فعلا واسع. فرغ شنطه وبدأ يعيش فيه، وكل حاجة كانت تمام أول يومين. لكن في الليلة الثالثة الساعة 12 بالضبط سمع صوت خفيف جاي من الحيطة ورا السرير. الصوت كان بيهمس باسمه آدم. افتكر إن ده صوت جاري أو يمكن أوهام، لكن الصوت كررها تاني أقرب المرة دي كأنه طالع من جوه الحيط نفسه. آدم اسمعني. الجو بقى تقيل والهواء برد فجأة، فمسك الموبايل وبدأ يسجل الصوت. ولما شغل التسجيل سمع في الخلفية صوت أنفاس ثقيلة، وبعدها جملة مرعبة: أنا مش جوا الحيط، أنا وراها. آدم وقف مصدوم، راح ناحية الحيطة بدأ يخبط عليها، والمفاجأة الحيطة كانت بترد. صوت طرقات من الناحية التانية بنفس الإيقاع. فتح الكشاف، لاحظ إن في شق صغير بين الطوب دخل منه ضوء خفيف أحمر، ولما بص جواه شاف عين. آدم ما نامش طول الليل، قاعد قدام الحيطة شايف الشق اللي بيخرج منه النور الأحمر، وكل شوية يسمع صوت خفيف بيضحك، ضحكة واطية كأنها طالعة من جوف الحيط. الصبح راح للبواب وسأله: البيت ده ليه الإيجار رخيص كده؟ البواب سكت شوية وقاله: ما تسألش كتير يا ابني، اللي قبلك كان بيقول إن في حد بينادي عليه من الحيط وبعد كده اختفى. آدم حس إن الدم برد في عروقه، لكن الفضول غلبه. قرر يفتح الحيطة بنفسه في الليل. جاب شاكوش ومفك وقعد يهد الطوب حوالين الشق. كل ما يكسر جزء النور الأحمر يزيد والصوت يقرب أكتر. وفجأة لما شال آخر طوبة لقى فتحة كبيرة وراها سلم نازل لتحت. ريحة كريهة طالعة من جوه، وصوت أنفاس تقيل جاي من تحت. نزل أول درجة وثاني درجة وهو ماسك كشاف الموبايل بإيده المرتعشة. الجدران حوالينا كلها مكتوب عليها بخط أحمر: اسمعني، ساعدني. وفي آخر السلم شاف باب حديد صدئ، مد إيده علشان يفتحه، لكن قبل ما يلمسه الباب فتح لوحده بهدوء، وطالع منه نفس الصوت اللي كان بيسمعه كل ليلة: اتأخرت يا آدم، كنت مستنيك. الكشاف وقع من إيده والنور اختفى، بس الليلة دي محدش شاف آدم تاني. وفي اليوم اللي بعده جاله ساكن جديد، ولما نام أول ليلة سمع صوت خافت جاي من الحيط: اسمعني. بعد اختفاء آدم العمارة كلها اتقلبت. الناس بتسمع أصوات غريبة في الليل، كأن حد بيخبط جوه الحيطان، وصوته بيهمس بأسماء الناس وهي نايمة. البواب كان بيحاول يخفي الحقيقة، لكنه في يوم لقى الباب الحديد اللي تحت الأرض مفتوح، رغم إنه كان مقفول بسلسلة حديد. قرر يدخل يشوف. نازل على السلم وهو شايل كشاف صغير، والريح الباردة بتخبط في وشه كأنها بتناديه. كل درجة ينزلها كان يسمع صوت أنين وصوت حد بيقول من بعيد: مشيت وسبتني هنا يا آدم. الأنين اتحول لصراخ حاد، والكشاف طفى لوحده. الدنيا بقت سودة تماماً، بس كان شايف نور أحمر خفيف بيخرج منشق في آخر الممر. قرب منه ببطء، ولما مد إيده يلمس الحيطة النور سحب إيده جوه زي مغناطيس. صرخ، حاول يخرجها، لكن صوته اختفى جوا الجدار، والحيطة رجعت زي ما كانت. في الصبح لما الناس دوروا على البواب ما لقوش غير موبايله واقع قدام الحيطة، وفي تسجيل صوتي آخر حاجة بيقول فيها: اللي اتفتح ما يتقفلش. ومن ساعتها أي ساكن جديد يدخل الشقة بعد أول ليلة بيبدأ يسمع نفس الجملة كل ما يطفي النور: اسمعني، افتح الحيط. بعد اختفاء البواب الشقة فضلت فاضية شهور، لحد ما جه شاب اسمه رامي قال إنه ما بيخافش من الحواديت دي. ضحك وقال: أنا هسكن فيها يوم واحد وهصور لايف وأثبت إن ما فيش حاجة اسمها صوت في الحيط. في أول ليلة بدأ اللايف على الموبايل. الغرفة كانت مظلمة، بس النور الأحمر اللي جوه الشق كان واضح. كتب له المتابعين في التعليقات: في حد وراك. بس هو ضحك وقال: ما فيش غيري أنا. بصوا قرب الكاميرا من الحيطة وحط المايك جنب الشق وقال: لو في حد هنا كلمنا. ثواني وسمع صوت واطي جدا في البث بيقول: ما تسيبنيش زيهم. رامي اتجمد، الكاميرا وقعت على الأرض، وآخر حاجة ظهرت في البث كانت إيده وهي بتتسحب جوه الحيط. الناس افتكرت إنها خدعة، لكن لما الشرطة دخلت الشقة الصبح لقوا الموبايل شغال، والحيطة متشققة أكتر من الأول وكأنها بتتنفس. وفي آخر التسجيل الصوتي ظهر نفس الهمس من جوا الجدار بيقول: اسمعني، الدور عليك.